بيبدأ فيلم النهاردة مع واحد اسمه فان، وكان في الوقت ده داخل على ملعب كان مليان ناس كتير جدا من أفراد العصابات. وأول ما دخل سأل سؤال واحد، قال لهم فين أهاي؟ فزعيم الشباب دول قال له اعتدى على رجالتي فانتقمت منه، وأمر رجالته تعلم على فان زي ما علمت على أهاي. بس اللي ما كانوش يعرفوه إن فان مقاتل قوي جدا، وكان بيهجم عليهم زي الأسد بقوة كبيرة، وبدأ يوقع فيهم واحد ورا التاني، وما كانش حد من كل اللي في المكان قادر يعمل له حاجة. وبعد شوية من القتال المستمر وبسبب عدد العصابة اللي كان عددها كبير جدا، قدر واحد يضربه على دماغه ووقعه على الأرض، وبعديها اتلموا كلهم عليه ونزلوا فيه ضرب على آخرهم. بس هو قاوم ووقعهم كلهم وحاول يهرب من المكان، بس رجعوه تاني وفضلوا يضربوا فيه لحد ما الشرطة وصلت للمكان. وبعد فترة بنشوف فان وهو خارج من السجن، والشرطي بيطلب منه إنه يكون شخص كويس ويبطل العراك علشان ما يرجعش هنا تاني. فبينطلق فان في طريقه لحد ما بيوصل لمطعم، وبيسأل على واحد اسمه كاي. وكاي أول ما بيشوفه بيرحب بيه جدا، وبنعرف إنهم أصدقاء من زمان، وكمان بيعرفوا على مراته. وأول ما قال لها إن ده فان اللي كلمتك عنه، سابتهم ومشت على طول. المهم فان بيسأل صاحبه لو كان في أخبار عن أهاي، فعرفوا إنه دلوقتي شغال مع العصابات وبقى أفضل مقاتل عندهم. وبما إنه كان لسه خارج من السجن، فكاي عرض عليه إنه يقعد عنده كام يوم لحد ما يلاقي مكان. بس مرات كاي أول ما سمعت كده ابتدت تتعصب جدا، فقام لها علشان يقنعها إنها توافق، بس هي رفضت. وفان أخد بعضه ومشى، وبيفضل فان قاعد في الشارع طول اليوم لأنه ما كانش عنده أي مكان يروح له، فاضطر إنه يفرش في الشارع وينام لأن ما قداموش حل تاني. وتاني يوم أول ما بيصحى بيبدأ يتمرن شوية على أسلوب القتال الخاص بيه، وبينطلق في طريقه يدور على أي شغلانة علشان يوفر منها فلوس ياكل بيها. بس أول ما الناس بتعرف إنه لسه خارج من السجن بترفض إنها تشغله عندها. في نفس الوقت كان في بنت بتجري ورا 3 حرامية بالعجلة كانوا سرقوا الشنطة بتاعتها، وقدر ال3 دول يخدعوها وأخدوها لمكان بعيد عن الناس، وكانوا عاوزين يعتدوا عليها. بس البنت دي كانت متعلمة كام حركة قتالية كده، وقدرت في البداية إنها تضربهم هما ال3 لحد ما جه واحد من وراها وضربها على دماغها فقدت الوعي. بس بعد شوية وأول ما بتفوق بتتفاجئ بفان وهو واقف جنبها بعد ما ضرب ال3 ورجع لها الشنطة بتاعتها. بس هي قالت له انت مين انت علشان تمسكني كده، فاخد بعضه ومشى. في نفس المكان كان في عمال بيطلعوا كنبة عن طريق الحبل اللي معاهم، بس الحبل كان فيه مشكلة ومش بيقدروا لا يطلعوا الكنبة ولا ينزلوها. والمشكلة بقى ان في طفل الكرة بتاعته بتقف تحت الكنبة، وهو كان بيجري وراها علشان يجيبها. بس في الوقت ده الحبل بيتقطع وكانت هتقع عليه، بس بيوصل فان في الوقت المناسب وبيقدر ينقذ الطفل. طبعا صاحب الشغل بيشكره بس بيزعق للعمال على إهمالهم، ففان استغل الفرصة وسأله لو عاوز عامل إضافي يشتغل معاه، فبيوافق صاحب الشغل. وواحد من العمال بيودي فان لمخزن الشركة وعرفه إنه ممكن ينام هنا لحد تاني يوم ويروح الشغل الصبح في ميعاده. تاني يوم بيوصل فان للشغل الساعة 8 ونص، بس بيقابل واحد اسمه بوبو اللي أول ما شافه قال له بقى أول يوم ليك وتيجي متأخر. ففان قال له السيد تشين قال لي تعالى في الوقت ده. فبيوصل واحد تاني اسمه تشاي وقال له خلي بالك الساعة 8 ونص دي تخصني أنا وبوبو، إحنا هنا أصحاب مكانة عالية على فكرة، إنما أنت تيجي هنا الساعة 8 الصبح. وبعدين أنت مش عارف مين بوبو ده، أنت سمعت قبل كده عن مقاتل الشوارع؟ هو وبوبو إخوات في الأصل، خلي بالك. أنا بكلمك عن فانيو اللي قتل شخص وهو عنده 16 سنة، واللي بوبو يرضى عنه يبقى يا سعده يا هناه. روح بقى هات حاجة لبوبو علشان عاوز يشرب. تاني يوم بنشوف فان وهو ماشي في الشارع، وكان في ست عجوزة كده بتبيع في الوقت ده، وبنعرف ان فان كان في السجن المدة اللي فاتت لانه قتل واحد بالغلط. واول ما خرج الضابط عرفه انه كان يتيم ومفيش بس غير جدته هي اللي عايشة، اللي هي الست دي. علشان كده كان دايما فان يعدي يطمن عليها وياخد بعضه ويمشي. تاني يوم بيروح فان واللي شغالين معاه لدار ايتام، وكان معاهم صاحب الشغل السيد ليه لانه غير اجهزة الكمبيوتر في الشركة عنده، فقرر يجيب القديمة لدار الأيتام علشان الأطفال يستخدموها. بس وبوبو والتاني بيدخلوا الأجهزة شاشة كمبيوتر بتقع منهم وبتتكسر، فحبوا يلبسوها الفان. فطلعوا وبوبي قال له يدخل يوصل الأجهزة اللي جوه، ولما دخل وشال الكرتونة الشاشة وقعت منه، فدخل عليه بوبو وصاحب الشغل وقال يعني إن فان هو اللي وقعها. بس دخلت عليهم البنت اللي فان أنقذها من الحرامية وقالت لهم على الحقيقة. ولما بيجي الليل كان فان قاعد مع البنت دي
وشكرها على اللي عملته معاه في دار الأيتام، وبعديها سألها عن دار الأيتام اللي هي شغالة فيها، فعرفته إن السيد شو صاحب الدار ما عندهوش أبناء، فبدأت معاه إنه تبنى طفلين، وبعدين بدأوا يزيدوا كل فترة لحد ما باع كل ممتلكاته وأنشأ دار الأيتام دي. وأثناء ما هم قاعدين بيجي تليفون لفان، وكان من بوبو، وبيقول له أنا وتشاي اتعرضنا لمشكلة في حانة، جمع فلوس بسرعة وتعالى لنا. ساعتها فان بيشكرها على العشاء وقال لها إنه لازم يمشي دلوقتي. في الوقت ده كان بوبو وتشاي اخدين علقة محترمة في الحانة، والراجل بيقول له بقى عمال تقول لي مقاتل الشوارع، مين فيكو بقى مقاتل الشوارع؟ في الوقت ده واحد بيبلغه ان في واحد بيسأل على بوبو، ولما الراجل ده بيطلع لفان سأله على طول على الفلوس بتاعته، ففان قال له معيش فلوس، اما كسر ازاز على دماغه، بس فان ما اتحركش من مكانه وقال له ممكن اخد اصدقائي وامشي؟ قال له ده انا هخليك تروح للجحيم، ومسك ازازة تانية علشان يضربه. فان مسكها منه وكسرها بايده بكل سهولة، وبعديها سأله تاني عن صحابه، قال له اتفضل خدهم وامشي، وبياخدهم فان وبيمشي من المكان. فان بقى كان دايما بيفتكر اليوم اللي الشرطة قبضت عليه فيه، وبنعرف ان يوم القتال اللي كان في الملعب لما العصابة كانت بتحاول تهجم عليه لما كان بيحاول يهرب، فان قدر يتصدى لكل ضرباتهم وكمل على باقي المجموعة، وكان بيوقع فيهم واحد ورا التاني لحد ما جه الزعيم بتاعهم وكان هيضربه بالسكينة من ظهره. فان صد ضربته ولف السكينة ضربه بيها، نزل ميت في ساعتها، وده كان السبب اللي فان دخل السجن وقضى فيه سنين كتير بسببه. المهم تاني يوم كان فان قاعد في دار الأيتام هو وآي، وبيقضي اليوم معاهم عادي، بس دخل عليهم مجموعة من أفراد العصابات، فآي قامت منعتهم إنهم يدخلوا، بس السيد شو طلب من آي إنها تسيبهم يدخلوا. ولما دخلوا واحد سأل السيد شو فكرت في الموضوع بتاع بيع الأرض ولا لسه، بس هو قال لهم أنا بعتذر، السعر اللي انتوا عاوزين تدفعوه قليل جدا على سعر الأرض. فواحد قال له بقول لك إيه، ابن السيد ليه عجبته الأرض، يبقى من الأحسن ليك إنك توافق، وحذره إنه يرفض البيع، وسابوه ومشوا من المكان. ولما بيجي الليل بيقابل فان صاحبه أهاي وهو مروح في الطريق، فبيروحوا المطعم يقعدوا مع بعض شوية، وساعتها هاي قال له أنا مستنيك من زمان، وعرض عليه إنه يشتغل معاه، بس فان قال له أنا سمعت إنك شغال مع العصابات دلوقتي والمفروض إنك تتعلم من اللي حصل لي، بس هاي قال له دلوقتي مفيش غير قوتك بس هي اللي هتخليك تحصل على المال، وعامة أنا بحترم قرارك، ولو عوزت أي حاجة دور عليا وأنا هساعدك. ولما بيخرجوا هاي بيوقف له تاكسي، بس لما فان بيدخل بيلاقيه أبوه، فبياخد التاكسي وبيجري بسرعة. وبنعرف بقى إن أبو فان كان طرده من البيت زمان، لأنه قبل ما يدخل السجن كان كل همه هو القتال في الشارع، وكان دايما بيجيب لنفسه المشاكل، فمن ساعتها وهو وأبوه بينهم مشاكل كبيرة. في نفس الوقت لون بيروح لابن الزعيم ليه وبيعرفوا إن شو ما وافقش على العرض بتاعهم، وهما دلوقتي خوفوا كل اللي شغالين في الدار، وكمان هددوا كل الممولين اللي بيدفعوا لها فلوس، وبرضه لسه ثابت عند رأيه، فاقترح على الزعيم إنهم يختفوا شوية عن الأنظار علشان محدش يكتشف أمرهم. بس التاني قال له لو اتأخرت عن كده أبويا هيجي يحل المشكلة وهيعرف إن ضيعت فلوس حتة الأرض في القمار، خلص الموضوع علشان نريح دماغنا. فعلى طول لون بيروح لدار الأيتام بالليل وبيبدأ يكسر كل الإزاز اللي موجود هناك علشان يخوف شو على الأطفال اللي موجودين. وتاني يوم الصبح كان فان وآي وشو بينظفوا المكان، ورجالة لون بيروحوا بيضايقوا شو بسبب اللي عملوه، بس السيد شو قال لهم بلغوا الزعيم بتاعكم إن مش همشي من هنا غير على جثتي. فالرجالة اتعصبوا شوية وزقوه، وآي دخلت تضربهم قاموا ضاربينها هي كمان. ساعتها بيطلع لهم فان، فواحد حب يروح يحط عليه قام فان مروق عليه على الآخر، والتاني داخل قام أخده هو كمان ونزل في الباقي لحد ما دغدغ عظمهم كلهم. فالتانيين لما شافوا الوضع كده قاموا اخدين بعضهم وماشيين. بعديها السيد شو بيشكر فان على مساعدته، بس قال له العنف يا ابني مش بيتحل بالعنف، ودول لو خافوا دلوقتي الموضوع برضه مش هيخلص. بس فان طمنه قال له ان من دلوقتي مش هيسيب المكان وهيفضل هنا على طول. بعديها لون كان متعصب جدا بسبب اللي حصل مع رجالته، بس التاني قال له ان الراجل ده قوي وسريع جدا. قال له يعني ايه بروسلي؟ قام قايل له اكتر من بروسلي. في نفس اليوم بالليل كان فان مع آي في الجراج ومروحين، بس فان بيحس بحركة غريبة في المكان، فقال لآي هعمل لك لعبة سحرية، وضربها في رقبتها فقدت الوعي. ومشى شوية كده واتفاجئ بمجموعة من أفراد العصابات المسلحين، بس فان ما كانش بيهمه الحاجات دي، سحبهم بعيد عن العربية وبدأ في الأول يتفادى كل ضرباتهم، بس قدروا بسبب كترهم والأسلحة اللي معاهم إنهم يجرحوه في دراعه، لحد ما بالصدفة شاف سلسلة حديد فمسكها وبدأ يهجم عليهم بقوة كبيرة
كبيرة وكان بيوجه لهم ضربات قوية جدا لحد ما في النهاية خلص عليهم كلهم. بس المشكلة إن تاني يوم جماعة لوم بيخطفوا واحد من الأطفال اللي كانوا بيلعبوا قدام الدار، والأندال كانوا هيعملوا معاه الغلط. بس فان كان عرف بكل اللي حصل وراح لهم للمكان اللي كانوا فيه، وكالعادة نزل فيهم ضرب بكل قوته لحد ما خلص عليهم كلهم، وأخد الطفل ورجع بيه للسيد شو بعد ما قدر يحافظ عليه. وتاني يوم بيوصل الزعيم بذات نفسه لدار الأيتام علشان يقابل السيد شو، وقال أنا سمعت إن كل المتطوعين للدار عندهم مشاكل كتيرة اليومين دول. عامة أنا هنا النهاردة علشان أقولك لو خلصنا العقد النهاردة هعتبر كل اللي حصل ما حصلش. فالسيد شو قال له أنا مش ضد التوقيع على فكرة، وفر لي حتة أرض كبيرة زي دي وأنا هوقع على طول. فقال له كل اللي أنت عاوزه أنا كتبته في العقد. فقال له أنت كداب وأنا مش هوقع على حاجة. فواحد من اللي معاه أمله، بس بيوصل فان وضربه بالرجل طيره، وكانت هتقوم خناقة كبيرة في المكان. بس الراجل الكبارة ده بيوقفهم وقال لفان اللي بيتقال عليك صحيح بقى، خلاص بما انك بتحب القتال فالمشكلة دي نحلها بقتال، لو فزت هعمل للسيد شو اللي هو عاوزه، وكمان علشان تضمنوا الاتفاق هنعمل معاهدة بكده. واول ما بيطلعوا على طول بيؤمر لون انه يدور له على اقوى مقاتل شوارع، ومش مهم عنده الفلوس، المهم يكسبه وخلاص. ولما بيجي الليل كان ميعاد القتال، والاتنين وقعوا على المعاهدة واستعد الاتنين للقتال، وبدأوا يهجموا على بعض بقوة كبيرة هما الاتنين، والقتال بينهم كان قوي جدا. بس فان كان مقاتل شوارع محترف وقدر انه يتمكن من المقاتل ده وكسر له دراعه، وقدر بعد وقت قليل انه يخلص عليه. في نفس الوقت بيدخل له مقاتل تاني اقوى من الاولاني وبيبدأ يهجم على فان على طول، وكان باين على المقاتل ده انه محترف فعلا، وكان القتال قوي جدا بينهم هما الاتنين. بس برضه فان كان بيقاتل بقوة كبيرة وقدر يكسر له دراعه هو كمان، ووقعه على الارض وفضل يوجه له ضربات قوية جدا لحد ما خلص عليه هو كمان. المشكلة بقى ان الزعيم كان متفق مع اهاي صاحب فان لانه كان مديون له بحياته. بس فان اول ما بيشوفه بيستغرب جدا وسأله ليه يوافق بحاجة زي كده، بس الصدمة ان اهاي قال له اسكت وقاتل علشان مفيش مخرج من هنا. وبدأ أهاي يوجه ضربات قوية لفان، بس فان كان كل اللي بيعمله إنه بس بيدافع عن نفسه. حتى لما أهاي زعق له وأمره يقاتل فان برضه رفض، وفي النهاية وقف من غير ما يعمل حاجة. وأهاي قرر هو كمان إنه مش هيكمل القتال، وراح بعدها للزعيم وقال له أنا مش هقاتل وخليه يمشي. في الأول الزعيم قام وضرب أهاي بالحديد على إيده، بس بعديها قال لهم امشوا انتوا الاتنين، وأمر رجالته محدش يعترض طريقهم. وتاني يوم بيقرر فان إنه يسيب المدينة ويمشي علشان محدش يتأذى من الناس اللي بيحبهم بسببه. طبعا آي بتزعل جدا وهو ماشي، حتى الأطفال كانوا متضايقين هم كمان لأنهم كانوا اتعلقوا بفان جدا. وفي نفس الوقت كان أبو فان طالع يدور التاكسي ويشوف أكل عيشه، بس رجالة الزعيم كانوا وصلوا له وفضلوا يضربوا فيه بقوة كبيرة لحد ما بيوصل فان في الوقت المناسب وهربوا من المكان فورا. وبما إن العلاقة بين فان وأبوه ما كانتش كويسة فكان بيعامله بطريقة وحشة جدا. بس فان مردش عليه وكان هيمشي، بس أبوه قال له أنا عارف إن مش سهل إن الإنسان يتغير، بس أنت كبير دلوقتي واتحملت نتيجة أفعالك، بس أيا كان اللي عملته ما ينفعش تمشي وتسيب الأمور تزداد سوء. بس فان كان أخد القرار وساب أبوه ومشى، وراح بقى للجدة اللي كان بيعتني بيها علشان يودعها قبل ما يمشي. بس بتيجي عربية وكانت هتقتله، بس هو نط من قدامها والجدة هي اللي اتأذت، فعلى طول وداها للمستشفى. بس وهو هناك جاله تليفون من آي وعرفته إن السيد شو في ورطة كده. العصابة زودتها على الآخر معاه، فقرر إنه مش هيمشي ولازم يتصرف معاهم، ولبس الجاكيت بتاع زمان وقرر يخلص الموضوع. على طول بيوصل فان لمقر العصابة واللي كانوا أصلا مستنيينه كلهم هناك، وكان عددهم كبير جدا. بس فان كان مقاتل شوارع أسطوري وهجم عليهم بكل قوته، ورغم إن عددهم كان كبير جدا إلا إن فان ما كانش همه الكلام ده، وكان اللي بياخد منه ضربة واحدة بينام على الأرض ومش بيقوم مرة تانية. والمعركة استمرت بينهم وقت طويل جدا، ومحدش من المجموعة الكبيرة دي كان قادر يعمل له أي حاجة. وبعد شوية كان قدر فان إنه يخلص على العصابة كلها، وما كانش فاضل بس غير لون اللي كان ماسك سيفه ومستني فان يقطع النفس علشان يدخل هو ويقدر يصد معاه. وبدأ يهجم عليه بقوة كبيرة،
وكان باين عليه إنه مقاتل قوي جدا وكان بيهجم عليه بقوة كبيرة. في الأول فان كان بيواجه صعوبة كبيرة في مواجهته، بس بعد وقت قليل قدر فان يفهم أسلوبه في القتال وبدأ يتمكن منه ووجه له أكتر من ضربة قوية بالسيف، لحد ما في النهاية ضربه ضربة قوية جدا في بطنه ووقعه بعدها على الأرض وما كانش قادر يتحرك. ساعتها لون قال له اللي يفوز في القتال ينهي الموضوع، بس فان مرضاش يقتله وسابه وجرى علشان يلحق السيد شو. بس أول ما وصل الزعيم للمكان بتاعهم وضرب على فان بالنار، بس اتفاداها في ثواني وراح حط دماغه على مسدسه وقال له انت ليه بتجبرني على كده، ومسك ايده لفها خلى الراجل ضرب نفسه بالنار. بس المشكلة انه طلع اتصاب بالرصاص ووقع على الارض فاقد الوعي، وبعد كام يوم بيفوق في المستشفى وكانت اي قاعدة مستنياه. واول ما فاق طمنته ان السيد شو رجع ودار الايتام الشرطة اهتمت بيها وكل حاجة زي الفل. وبكده كان قدر فان انه يخلص دار الايتام من زعيم العصابة اللي كان عاوز ياخد المكان بالعافية، والاطفال كلها كانت هتترمي في الشارع. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.